يا مسا الجمال على كل متابعين ماريو الجمال. النهارده بقى جاي لكم بسكريبت جديد، حب على كارت فكه، بقلم الكاتبه المبدعه ريناد عمرو امين. ويلا مش عايزه اطول عليكم ونخش في روايتنا على طول. نبدا روايتنا عند مريم، وخاصه في فرع اورنج. مريم بصريخ: يعني ايه اكون شحنه نت ب200 جنيه ما يقعدش معايا يومين؟ العامل رد عليها وقال: حضرتك يا فندم الاستعمال الكتير. 200 جنيه في 48 ساعة يا شركة زبالة؟ لو سمحت يا أستاذة أنا ما قبلش بكده، معلش برضو. بلاش، خلينا في الراوتر. أنا أول امبارح شحنت باقة ب150 جنيه وكلمت محل أبو طارق، قال رصيده بعد المكالمة 50 قرش. ليه؟ حسبته المحل. نصيبي حضرتك، هنعمل ايه طيب؟ بس سؤال لو سمحت، ابو طارق بتاع الكبده ولا ابو طارق بتاع السجق ولا ابو طارق بتاع البيتزا؟ لا بيتزا ايه؟ هو انا لاقي اكل؟ يا كفاره، حسوا بيا يحس بكم ربنا. هو ربنا انا زيك، بس ما اكلتش حاجه بقالي شهرين. يعني يا ابني طب محتاج فلوس؟ والله صعبت عليا كأن امك. لا ربنا لا خير، ربنا كتير، كتر خيرك يا ستي. طب هو فين مدير المخروبه دي؟ ويدخل عليهم المدير احمد. مين هنا بيشكر فيا؟ هي والله يا فندم مش انا. ايوه انا، وانت ايه اللي دخلك اصلا انت؟ ما انا بقى صاحب المخروبه دي. هو انت الغالي وتستاهل البوكس ده وتديله بوكس على وشه. يا شيخة روحي منك لله، ده انا كان عندي شيشن الصبح. شيشن؟ نعم يا اخويا. في ايه؟ انت من ساعة ما جيتي وانت داخلة وانت شبه السحلية المفعوصة. انا سحلية يا برص الخيطان يا عفن الخبز يا عر الجبال الهمالايا؟ غيرانة مني اكيد. اغير منك بشكلك ده عشان انا قمر وعيوني خضرة واسم احمد؟ ده كفاية. لا يا اخويا وبتتكلم بثقة وواخد انت الصدمة في نفسك. ليه يعني؟ ما انا زي القمر اهو، قمر بالستر. وفي مقولة بتقولك من تواضع لله الا رفعه. انت هتاخد عليا ولا ايه؟ انت جاية ليه هنا؟ مريم وهي بتديب بالبوكس التاني: بقى انتوا يا شوية نصابين تاخدوا مني في اسبوع 400 جنيه؟ ليه؟ بتاجر في الاعضاء وانا مش حاسة ولا عارفة؟ هما 400 جنيه دول كتير، ده انا حاطط سنبالوك الواحد ب1000 جنيه. ليه يا اخويا؟ هيمنع الشمس ولا هيحل وشك لمريان فارس؟ يا بنتي ده مستورد، انت تفهمي ايه في الحاجات دي؟ وماله الصنبلوك ابو 15 جنيه بتاعنا العادي ده ومقضي الغرض. عشان كده وشك متدمر بالشكل ده. نعم انا وشي ايه متدمر؟ ده احلى منك انت شخصيا. وبقول لك ايه يا راجل يا حرام انت، انا عايزه فلوسي. ما انا مش هيضحك عليا بسهوله. لا ما هو مفيش فلوس. طب بص يا ابن الحلال، انا جوايا ست مؤدبه، انت اللي مصمم اطلع الوحش اللي جوايا، فاستحمل بقى يا وحش. لا وعلى ايه؟ اديها يا ابني خط جديد احسن كده، انت تبقى حبيبي وجوه قلبي كده اهو. لا انت مش ناويه، انت مش نوع المفضل اصلا. نعم يا اخويا، انت الطول واحده زيي، تبص لك انت. طول، ولو ما طلتش هبقى اجيب سلم. خف الدم يا اخويا، كر. وتقوم واخده مريم الخط وتمشي، وفي بيت مريم تدخل وتلاقي شبشب طار عليها. مريم بخضه: انبطحوا، الهكسوس بيحاربوا في بيتنا. قومي يا بت الهبله، ما انت خبتي السودا. بقى الواد يقولك ايه الفرق بين الملح والسكر، تقولي له واحد خشن والتاني ناعم؟ الله، طب ما انا كدبت في حاجه يا حاجه انتي؟ ضيعتي العريس اللي حيلتنا يا فاشله، ولا فالحه في اي حاجه. يا حاجه بص، انا هقولك على حاجه وهقنعك. اي ام لما بنتها بتتجوز بتعمل ايه؟ بتعيط. فانا بقى عشان بنت كيوته ما يرضنيش في يوم تنزلي دمعه، فعشان كده مش هتجوز. لا يا ستي، لو على الدمعه فدي عادي، يا ريت تنزل حتى، خلينا نخلص منك بدري بقى. طب لو مثلا انت وقعتي على الارض ودنيا اختي مش موجوده هتعملي ايه؟ ربنا يا اختي مش هيسيبني، بس روحي انت بس واتكلي على الله واتجوزي. تقدري تعيشي من غيري يا نبع الحنان؟ يا اختي اقدر اعيش عادي. ما كانش العشم ابو صلاح. الام: انا مش ابو صلاح يا بت، انا ام دنيا. اشمعنى ام دنيا؟ ليه مش ام مريم؟ ده انا حتى اسمي اسهل، ده حتى اسمك يجيب لك الفخر.
يا بنتي يا بنتي، ده انا لو قلت لحد عليكي مش بعيد يحدفني بطوب، وانت معرفتك تجيب جلطه ومراره وقلب وضغط، مش تجيب الفخر. اما فخر ده يبقى محمد صلاح، مجدي يعقوب. استقل بقدراتي، بكره تشوفيني وانا سرسجيه قد الدنيا يا مايا. ما هو ده برضه بدل ما يوم التخرج اللي بتتمناه كل هشوفك سرسجيه يا اختي. لا يا ست الكل، انا متخرجه من اصلا من كليه علوم وتكنولوجيا، يعني انا جينيوس انافس مصطفى زويل. ده معلش واحده بس، هو ده اخو احمد زويل؟ ايوه، يبقى اخوه في الرضاعه، الشق بتاعه كده اهو. يمكن العلم اتطور. ماما يا ماما، انا عايزه استحمى. الام وهي مش مستوعبه اللي هي بتقوله، ابغى زغرت بس استحي بجد. تستحمي؟ ده يبقى ظن النبي يا بيت. ايه ياما، انا لسه مستحميه من شهري، في ايه؟ محسساني اني مش بستحمى خالص. انتي ليه محسساني انك بتتعاملي مع الشهر ده كانه ساعتين؟ انتي ريحتك يا بت جابت لاخر الشارع، خدي بالك. حبيبه ماي هارت يا ماميتو، هاتي بوسه والنبي لا تجيبي بوسه. اوعي تقربي لي وقومي من هنا بريحتك اللي قلبت الشارع دي وقلبت البيت كله. بقى كده بتكسري بخاطري يا ماميتو. دنيا وهي جايه عليهم، بتكسر ايه؟ دي بتطحن خاطرك يا مريم. بقولك ايه، بلاط الشقه اللي ما اتمسحش من 8 شهور انضف من وشك انت شخصيا. الام يا بت وبتقولها لي في وشي كده عادي. ما انا لو مخلفه بنات، بس انا مخلفه جوز فراخ. يا ريتك يا دنيا تبقي فرخه، او حتى اكل فراخ وانتقم منك. يرضيك تاكلي لحم اخوك الحي؟ لا يا ستي ما يرضنيش، مش هاكلك بريشي. انت هتمري على عدة المراحل قصدي التسوية. اول حاجة هشيل ريشك واسلقك واعمل منك شرب وهاكلك على محشي قصير يا ابو رحاب، قصير. يوه يا بنتي، ده انا والاصول ما نعرفش بعض اصلا. دنيا قالت امشي يا بنت من قدامي. الله، ده انت كلامك يسد النفس. طب الاكل طيب؟ صايمين يا اختي النهارده، امشي انتي. مريم ماشي يا ست ماما، انا هنزل اعمل مشاكل مع خلق الله وجايه. روحي مع الف سلامه، بس لو حصل اي حاجه انت ولا بنتي ولا اعرفك، انا متبريه منك اصلا من دلوقتي. واخده بالك ياما انك متمسكه بيا قوي. وتنزل مريم في الشارع وتلاقي الشباب بيلعبوا كوتشينه، اللي هم العيال الصغيره. ايه ده بقى كده بتلعبوا من ورايا؟ طفل من الاطفال، ما احنا قلنا انت هتقلبينا زي كل مره. انتوا تعرفوا عني كده، وسعوا هلعب معاكم بس على البالي. الاطفال اكيد احنا اللي هنكسبك كالعاده. مريم بعد دقايق من الوقت، هتلعبوا عليا تاني؟ طفل احنا ما بقاش معانا اي حاجه تاني نلعب عليها، ده انت حتى خدت التيشيرتات. تمام كده، انتوا مديونين ليا ب1000 جنيه. طفل ليه؟ هو احنا لو بنلعب البيضة والحجر؟ لا، انا لن اسمح لك. انت مفكرني عيلة بلعب معاك في الشارع؟ امال انت بتعملي ايه يعني؟ لا يا بابا، انا بلعب في الشارع بس ما بيضحكش عليا. انا مش هاخد على قفايا. ويجي طفل من الاطفال من وراها ويديها على قفاها. تعديل، انا اخدت على قفايا عادي. لا بقولك ايه، انت ما تخليتنيش اتجنن عليك، انا اصلا جايب اخري. لا خلاص يا كبير، ما تبوظش اعصابك عشان واحده زي اعتبرها كلبه وراحت. هو دي حاجتكم اهي، وحسبي الله ونعم الوكيل. وتقوم مريم وتروح على السوبر ماركت. مريم ازيك يا عم جمال يا حرامي؟ قفلنا النهارده، شطبنا خلاص. مريم وهي بتاخد كيس شيبسي، حط على الحساب يا عم جمال يا حرامي. يا ابو ما انت، انا هبيع المحل ده بسببك، انت واخده حاجات اكتر ب1000 جنيه. مريم وهي بتاخد كيس شيبسي تاني، مش عاجبك ولا ايه يا عم جمال؟ ملاحظه انه مش عاجبك. عم جمال انا اقدر اتكلم معاكي؟ ويكمل بصوت واطي، يا شيخه منك لله، اخر مره اعترضت حصل. ونرجع فلاش باك. مريم عم جمال انا عايزه البطين دول. خلاص يا بنتي، كده 20 جنيه. مريم بشرشحة، نعم يا خويا، بيضتين ب20 جنيه. ليه؟ جواهم صفار ولا الفرخة كانت من جاردن سيتي؟ يمكن يكون بيض نعام وانا مش واخدة بالي. لو مش عايزاهم سيبيهم. لا انت كده باين عليك واخد فكرة وحشة عني وغلط خالص. هو عشان شعري اصفر وبيضة ولابسة شيك خلاص ابقى من الشيخ زايد؟ لا يا حبيبي، ده انا من حواري امبابة.
هو انا هاخد الطبق كله ب50 جنيه؟ عاجبك ولا كسر المحل ده كله فوق دماغك؟ عم جمال بصدمة: خليها علينا خالص، مش مشكلة. لو كده ماشي، هاخد كمان لوليتا وسبيروس باتس وخد ال20 جنيه. ما انا برضو ما باكلش حق حد. سبيروس باتس لوحدها ب23 جنيه. ليه يا بابا؟ هم 20 جنيه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو اتكلمت نص كلمة هاخد منك الفلوس والحاجة. يلا ابسط بقى. ايه يا بلطجة، هو مفيش حكومة؟ انا الحكومة. ولخص بقى، هتديني الحاجة ولا خليك تتحسر على المحل الجميل اللي فيه شيبسيات كتيرة ده؟ خديهم، ده انت بلطجية. ونرجع من الفلاش باك. عم جمال: بصي، احنا ما عندناش بيض من الاخر كده، ولا شيبسي ولا اي حاجة. عارفة كمان دي مش شوكولاتة، دي مخدرات. اقول لك على الانيل، انا مش ببيع لبن عادي. لا 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 يا عم جمال يا حرامي، ما تقولش. ده لبن بالفراولة والزبادي كمان. انت طلعت شرير قوي يا عم جمال. حصل، انا شرير، ده انا بفطر كل يوم فراخ. مريم بصدمة: للدرجة دي المخدرات بتكسب يا عم جمال يا حرامي؟ ما اقولكش قد ايه انا باخد. وبيكمل وهو بيهرش في شعره: انا باخد على قفايا. يعني يا عم جمال، ده انت معبي. فضفض يا اخويا، انا سامعاك انا سامعاك. عم جمال بشرشحة: لا يا اختي، انا فضفضت الكل الا انت. ده انت اخر حاجة حكيتها لك الحارة والمدن والقرى المجاورة كلها عرفوها. والله يا عم جمال، انا ما قلتش غير للبست بتاعتي. اعمل ايه؟ يا اختي، هو انت هتقولي لي ما هو من بست البست يبقى انا كده البست؟ قول، ووعد مش هقول لحد خالص. هقولك بس كلام رجالة، ما تقوليش لحد. مريم بتمثيل البراءة: كلام رجالة؟ وبعدين هو انت بتشك فيا؟ بص يا ستي، انا هحكي لك وامري لله. مراتي مطهقه عليا عيشتي. تصدقي بتقول انها عايزه هيربات ده اللي لسه طالع. ربنا يشفيها يا عم جمال يا حرامي. بس هيربات ده علاج للشعر ده يعني ولا ايه؟ يا بنتي، البابا بتاع ابو زراير كتير ده اللي عامل زي الكمبيوتر. الكمبيوتر ده في التلاجة. اما لو تقصد كمبيوتر فده حاجة تانية خالص. وتكمل بصدمة: فهمت. هي عايزة ايباد يا عم جمال يا حرامي؟ ايوه، ده انت طلعت غبية قوي. اه، يعني مراتك اللي عندها 60 سنة عايزة ايباد وانا لسه ماسكة نوكيا؟ انا قلت اما اسألك هو حلو بقى ولا اي كلام ولا ايه؟ مريم بخبز: انت يا راجل يا طيب، معاك فلوس تجيب ايباد اصلا؟ هو بكام يعني؟ ب30,000 جنيه. ده كده رخيص، ده انا سألت على واحد ب70,000 جنيه. مريم بصدمة من اللي قبلها: وانت معاك 70,000 جنيه وقاعد في الحارة دي؟ ليه يا حاج تكفير الذنوب ده؟ عم جمال: انا معايا 500,000 جنيه، انت ما تعرفيش ولا ايه؟ مريم وهي عمالة تضحك: يا قلبي يابا. بقولك يا عم جمال، تتجوزني انا ما عنديش مانع. لا يا اختي، روحي استحمي الاول. طب هاتك الشامبو. خدك الشامبو لكش تنضفي. يعني انت معاك كل ده وفي الاخر تديني كيس ابو نص جنيه؟ وتكمل بغضب: خد الصدمة بقى، ابو زراير ده اسمه لابتوب مش ايباد يا عم جمال يا حرامي. وتطلع مريم شقتها وعند دنيا والام. دنيا: يا ماما، ما بلاش نحطها في ميه سخنه وتسيح وتبوظ الدنيا باللون الاحمر. احنا ممكن نحطها في الخلاط. تصدقي فكره؟ او حتى تتقطع من غير صوت. ايوه، بس الحجم ده محتاج خلاط عائلي. يبقى نحطها في البانيو ونعصر عليها ونعصر فيها. يا ماما، احنا عايزين نعمل الجريمة من غير ما ندخل اي حد. احنا مش ناقصين. جات لي فكرة: احنا ممكن نقطعها حتت وبايدينا ندوس عليها لحد ما تخلص خالص وتبقى مية بس. وتدخل عليهم مريم: يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الحق يا بابا، انت كنت عايش مع قتالين قتلة، هتعذبوني مين؟ شش، وطي حسك، انت فهمتينا غلط يا بنت انتي. مريم: بلا خلاط بلا بتنجان، انا سمعت بودني، محدش قال لي بقى كده يا ست الكل. ويا ترى بابا مات بسكر ولا بسم؟ يا لهوي. الام وهي بتهتف عليها الشبشب: اقعدي يا بت الهبله، اخرسي خالص. ما اللي يقول الحياه في البيت ده يبقى وحش، مش كده؟
احنا بنتكلم عن قفص الطماطم، مش عن اللي في بالك يا بنت العبيطة. يعني يا طماطم، ما انت كنت بندورة حمرا في عز شبابك على طيور الجنة. ايه احنا اللي نطورناكي من دولة لدولة ومن بلد لبلد ومن الحارة لحارة. ارحمينا، اخرسي. بقى انت هتحكي لنا قصة حياة الطماطم؟ كده تخلطي في الطماطم يا امي، بتعملي فيها كده ليه؟ اه، مش قادرة. شيلوا البت دي من قدامي. اهدي اهدي يا ست الكل، انت عندك القلب، مش عايزينك تموتي دلوقتي. نعم، انت بتقولي يا بنت انت؟ لا لا لا، ما بكلمكيش انت يا ماما. وتدخل دينا مع مريم لاوضتها. مريم، بقول لك ايه، انا هنجلد منك انت وامك. هي اسمها امك؟ خلاص يا ستي ما تزعليش، ام حضرتك. دنيا قالت: ايه ده، في صوت دوشه في البلكونه اللي جنبنا. استنى اروح اشوف مين واجيلك. تدخل دنيا البلكونه وتبص على البلكونه اللي جنبها، تلاقي كده واد مز. دنيا بصوت واطي: يخرب بيت جمالك، هي يا ماما نحلة عشان تجيب العسل ده كله؟ وتكمل بصوت عالي: يا اخ لو سمحت، هو ايه روتين شعرك؟ احمد رد عليها وقال: نعم، روتين شعري؟ هي يا نجم، عايز اعرف روتين شعرك، ما تقولي. قشطة، بصي، انا كل يومين بعمل حمام زيت وبستخدم شامبو سينا سلك. يا لهوي يا لهوي، استنى كده بس، انت مامتك مكفياك ازاي زيت؟ ده انا على كده تموين البيت هيخلص على اخر الشهر. احمد بصدمة: انت عايزة تحط على شعرك زيت طبيخ؟ وهستنضف كمان وهحط عباد الشمس عد الجمايل، لكش يطول ويبقى حرير زيك كده. بزيت الطعمية والفول يبقى حرير؟ لا يا ابني، اصل زيت عباد الشمس ده ممكن ست الكل تحطه في النيش مع الكاسات اصلا. يبص لها احمد بقرف ويدخل شقته. دنيا وهي بتنادي عليه: يا مز يا مز انت، يا واد يا بت يا عم الجامد. وتدخل دنيا بعد ما تفقد الامل انه يخرج ليها. مريم: ايه ده، كل ده انت كنت بتشوفي؟ ايه الصوت، ولا بتعرفي مصدره؟ دنيا بهيام: ياه، انا شفت ملاك. ليه؟ ليه موتي روحك وانت بتتكلمي كده يا بنتي، في ايه؟ مفسدة اللحظات السعيدة، إلهي منك لله. اه، وايه كمان؟ اخدتي رقمه يا سعدية ولا لسه؟ لا، لسه ما وصلناش للمرحلة دي. طب هو اسمه ايه؟ معرفش وربنا. هو انا هتجوزه؟ لا تتجوزيه ايه خالص، ده انت عينك بتطلع قلوب بس. بس هو عليه حتة دين شعر سايح ونايح، ولا بشرته انضف من بلاط شقتنا؟ ايه ده، هي النوعية دي كترت ولا ايه؟ انا برضو شفت عيل بارد النهاردة سبحانه بنفس المواصفات. وطلعي بره بقى، كبت على نفسي. المز مش واقف في البلكونة لحسن عينك بيطق منها الفضول، ها؟ لا، ولا فرق معايا على فكرة، كده كده انا هنام. وتخرج دنيا وتنام مريم. وتاني يوم تروح مريم شغل. اه، نسيت اعرفكم على بطلتنا. مريم مهندسة ديكور، عندها 24 سنة ومجنونة زي ما شفتم كده من اول القصة. نرجع تاني لقصتنا. مريم: ايه يا جماعة، احنا هنفضل قاعدين وحاطين ايدينا على خدنا كده؟ فين الشغل؟ ما انا مش فاتحاها لله وللوطن. يا ريتك كنت فاتحاها عربية فول، كان زمان جبنا شغل ولا فلوس عن كده. مريم قالت: تصدقي عندك حق. ومرة واحدة يجي لهم موبايل يبلغهم بشغل جديد. واحدة من الموظفين: يا فرج الله، زغرتة يا جدعان، جايين لنا شغل وبتقول على المكان. ايه ده ايه ده ايه ده على العنوان ده؟ دي عمارتنا، هي ست الحبايب خلاص قررت تنظف البلاط. لا، ده بيقولوا انها شقة 12. مريم: الشقة اللي قدامنا؟ يبقى استعنا على الشقة بالله. وتروح بيتها تاني وتخبط على الشقة اللي قدامها، ويفتح لها أحمد. مريم: هو أنت؟ إيه ده؟ أنا أخلي بنت زي ما بتقصش ضوافرها تختار لي الديكورات؟ مريم وهي بتزقه: اوعى كده يا برنس، خلينا قيس المقاس. ويدخل أحمد وراها. مريم: احنا هنخلي الحيطة دي باللون الأحمر. وتكمل وهي بتشاور على الحيطة التانية: ودي أخضر، ودي بقى برتقاني. ونسيتي تقول نرسم ضحك على الشبابيك، ده انت حاطالي الوان قصقصح كلهم. هبهرك هبهرك، ده انا هعمل اضاءة ايه ولا ولادات اجدعها فرح. انت مهندسة انت؟ يا بابا، ده انا ابقى بوليس مان قد الدنيا. بتجلد، اقسم بالله اسمها انجينير بوليس مان، يعني ظابط. ما فرقتش، ظبوطة من انجينير.
كلهم بيجيبوا جلطة. نتكلم بجد بقى. ولسه جاية تكمل تلاقي مامتها جاية وجايباها من شعرها. بتعملي ايه هنا يا مقصوفة الرقب؟ بقى كده بتخوني ثقتي مع واد واول ما تبص لاحمد بالرفاق والبنين. ان شاء الله يا ولاد كاتب الكتاب امتى؟ انا رأيي الخميس اللي جاي. مريم: وربنا انا جايه في شغل يا ماما. براحتك يا حبيبه امك، براحتك يا حبيبه امك، انا هروح احضر الشربات. وتخرج الام. مريم: نكمل جد احنا بقى. وتدخل عليها اختها دنيا: بقى كده يا واطيه بتخونيني مع جوزي المستقبلي؟ ما كانش العشم، امال لو مش اخترت اسماء عيالي معاكي امبارح. وربنا جايه في شغل. لو كده ماشي، انجوي. هروح احضر مع ماما الشربات. استنى عشان بالله. بص يا ابن الحلال، انا مستقيله وعارف انا هروح اعمل معاهم الشربات انا كمان. وتخرج مريم وينصدم احمد ويقول: كده تبقى كملت على الاخر. لبست في واحده بتغسل في وشها كل سنه مره. ويعدي الوقت ويجي الليل وفي البلكونه احمد هو بينادي على مريم: مريم يا مريم يا امي. يا مجنونه هانم. نعم، ايه الايام هتقوم ولا ايه؟ الواحد ما يعرفش يرقص في بيته شويه وعايز ايه؟ البت خلاص كان فاضل لها اخر حته من دربندح وتبقى علمتني الرقص. احمد: ليه يعني؟ خلاص هي دنيا خلصت عشان تتعلمي الرقص؟ يعني هو خلاص الدنيا خلصت عشان تتعلمي الرقص؟ انت مالك ها؟ بتتدخل في حاجاتي ليه؟ لا لا لا، ده انت رخمه. نادي لي البت دنيا القمر اللي هناك دي. مريم قالت له: هي لو مش هتبقى تنتن هتبقى تنتون. الاتنين اننتن من بعض في الاخر. مريم: ماشي سلام يا باشا مصر، انت سيبني انت دلوقتي. انت ياما طب هاتي حبة شاي. طيب ما عندناش. تاخد سم فران ده اللي موجود ومتوفر. احمد: لا 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 شكرا، انا هنام بدري، ده حتى الشاي على المغرب غلط. ويدخلوا ابطالنا. وتاني يوم تكون واقفة مريم مع شاب ويشوفهم احمد وعند مريم وهي بتتكلم مع الشاب. مريم: بص بقى يا كبير، انا مش بتاعت ارتباط والقرف ده، انا من بتوع ارفع شعار سنجلني شكرا. محمود: هي دي زي سلفني شكرا؟ لا يا غبي، انا اصلا مستلفه من الشركه فوق ال1000 جنيه ولسه الخط بتاعك معاكي. عيب عليك، العبد لله ما يتخدش منه حاجه، ومن الاخر كده انا مش بتاعت جواز. طب خلاص نتخطب. بصراحه ولا بتاعت خطوبه. طب ايه رايك نتصاحب؟ ايه يا ابني فين كرامتك؟ ده انت لو لاقيها قدام باب جامع مش هتعمل كده. ويقرب عليهم احمد بغضب: مين ده يا نسا يا محترمه؟ خدشيبي وخلاص، بكره الخطوبه عقبالك. يبص لها محمود واحمد بصدمه. احمد: ايه ده؟ انت حد بصلك بضوافرك دي؟ الشارع اللي وراه. بس على الدغري انا مش طايق نفسي. انت اتخطبتي امتى يا بنت انت؟ مالكش دعوه، براحتي. وتمسك دراع محمود وتقول: دودي عاجبك ضوافري ولا لا؟ هو انت في انضف من ضوافرك اصلا؟ طبعا ليه حق يقول كده. انت مش شايفه ضوافره سودا ازاي؟ دي ما تقصتش من العصر الفيكتوري. وسبحان الله الطيور على اشكالها تقع، اتلم النتن على الامتن منه. تقصد ايه يالا؟ تقصد ايه؟ لا ولا حاجه، اتعامل معايا معامله كلب وراح. طب السؤال بقى، بما ان خطوبتي بكره، انت بتحط ايه على شعرك؟ قرطاس ولا بتغسله بصابونه؟ احمد هو مسك قلبه: قرطاس؟ نو، انت بتغسلي شعرك بصابونه يا حيوانه؟ ده مش يقصف، ده هيشتم. اوعى كده يا محمود. انت ايش تقصد؟ ايش تقصد بهذا الكلام؟ تقصد اني منتنه؟ وتكمل بصوت عالي: لا يا حبيبي، انا بستخدم 3 اكياس شامبو نيفر تيتي في السنه. احمد بصدمه: نعم يا اختي، شامبو ايه؟ هو مش ده اتلغى من السبعينات؟ لا، منى تيتا الله يرحمها بقى كانت جايبه منه صندوق. هو ريحته وحشه والاكسبيرد خلصان، بس ما ادريش هو ان هو بيتحط، ولا انت عايزني اجيب كل ما استحمك الشامبو ولا ايه بالظبط؟ تصدقي بالله هديكي بجزمه سعودي انا اللي جايبها. مريم وهي بتبص على الجزمه: الجزمه دي لو جت عليا انا هاخدها واطلع اجري، دي احلى وانضف واجمل.
من حياتي انا شخصيا. كنت متصور منك كده، بس خلي بالك من اللوح اللي وراك ده. مريم وهي بتبص عليه وتلاقيه بيدرب نفسه وعمال كده يلعب في ايده ملاكمات مصارعه وكانه بيتدرب يعني. سيبك منه سيبك منه، ده ملناش دعوه بيه. احمد بخبص: هو مش خطيبك ولا ايه؟ لا 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 لا، احنا قاريين فاتحه، بس بكره الخطوبه، انت اول المعازيم، ده انت حتى اكتر من اخ. احمد بخبص وهي عارف انها بتكذب: تمام يا اختي، تمام يا اختي يا حبيبتي، ده انا اللي هسلمك لجوزك بايدي، بس مش هلمس ضوافرك اكيد. مريم بحسره: حبيبي حبيبي يا ابو رحاب. لا مش لا، ما هو مش هيبقى ابو رحاب اللي موجود، هيبقى في سعديه. وسلام بقى، عشان انا لازم اعمل ضوافري. ابو ضوافرك يا شيخ اللي كلت بيها دماغي من اول القصه دي. ويمشي احمد. بعد ما مريم خلصت الجمله دي، محمود بعد ما رجع يكلم مريم: يعني احنا بجد خطوبتنا بكره يا بت يا مريم؟ تمثيل يا بابا، انت هتبقى كوبري بس مش اكتر. اكيد الحب هيجي مع العشره والزمن. مريم وهي بتبص على ضوافره وتقول: صحيح، وابقى اغسل ضوافرك ولا قصها، بس انا رايي انك تقطع ايدك كلها احسن. محمود: يعني انا لو قطعت ايدي هتحبيني وهنتخطب ونتجوز؟ لا، وسلام بقى، عشان انا واحده جالها صداع ومراره وجلطه منك. عايزه دواء من المستشفى اجيبهولك؟ طيب. ايه يا عم، قولي ولعي في داهيه، مش طايقك اي حاجه من كده. ما انت برضو راعي شعوري اني محتاجه حد يمسني بعلقه ويصحيني بعلقه، مش حاطط كرامته في معرض اللي ماشي واللي جاي يصور فيها. يعني بقى لو عندي كرامه هتحبيني؟ يا سلام يا سلام يا رشدي، انا هموت خلاص. بعد الشر عليك يا قلبي، ما تقوليش كده. انا ماشيه. وتطلع مريم شقتها، تلاقي راجل باين عليه الشيخوخه. مريم: ايه ده؟ مين ده؟ ده جدي 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 ده. دنيا: ده جاي يطلب ايد امك. اكيد انتوا مجانين، ده عايز يتجوز، وانت يا حاج ده انت لبست الاسود على بابا بعد موته 6 سنين. الحي يبقى من الميت، وانا بقالي 20 سنه من غير جواز. جت عليا لما اتجوز بقى واشم نفسي واعيش حياتي. تكملي حياتك مع مين يا ماما؟ ده انت رجلك والقبر. تكملي حياتك ازاي وانت عندك 70 سنه؟ يعني اعملي لاخرتك. والراجل ده المفروض يتغظ او يدخل دار مسنين، مش يتجوزك. 70 عفريت اما ينططوكي، ده انا حتى اصغر منك شخصيا. على يدي، ده انت حتى شكلك ما يديش ال20. بنتي حبيبتي، جنايه جنايه والله يا بنت يا دنيا. مريم: وانت ايه يا جدو بقى، انت فوق ال90، مفيش دم، مفيش احساس، مفيش كاتشب حتى. الراجل عجوز: بالله عليكي يا بنتي علي حسك شويه. وكمان اطرش وتشاور قدام عينه. الراجل العجوز: بتقولي حاجه يا بنتي؟ ولا حاجه، يعني صم وبكم وعمي، انت واخداها قطع غير ولا ايه ياما؟ دنيا بصوت عالي: وانت بقى يا حاج عندك امراض ايه؟ الراجل عجوز: انا عندي القلب والضغط والسكر. ونسيت البنكرياس. الراجل العجوز: ومية على العين وهشاشة في العظام. وايه تاني؟ اصدمني، انا عايز اخد الصدمة بقى، مفيش منه 2. يا نبع الحنان، ده عايز بيبي سيتر مش عايز يتجوز. مريم بتقول: يا عم خد بعضك وامشي، الست دي اصلا بتتحول بعد الساعة 12 لزومبي، وبتاكل اي حد، وكل يوم بتفطر بني ادمين، وتتغدى بكلاب، وبتتعشى ببراسة. العجوز وهو قايم: لا حول ولا قوة الا بالله. لا، احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على انك تاخدي 100,000 جنيه. بس برضو مش تاكليني اول مصحى، انا عايزه اعيش سني برضو. ويمشي. مريم: بقى كده يا ماما تاخدي من الراجل 100,000 جنيه ليه؟ متجوز جورجينا؟ الام: انا كده يا حبيبتي، مهري غالي. دنيا: انت مش مكسوفه وانت واقفه كده قدامي عادي وتقولي لي عايزه اتجوز؟ الام: بس يا بت، انا من حقي يبقى ليا فرعون. دنيا: الله عليك يا معلمه، بس انت اللي جبتيه ده يمتد الفرعون الكبير من الصغير، صح؟ الله عليك يا معلمه، بس انت اللي جبتيه ده يمتد الفرعون الكبير من الصغير، صح؟ مريم: في مفاجاه يا جماعه، انا خطوبتي بكره. يا راجل،
طب ده انا حتى زي اختك، كنت اعزميني. الام: لا 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 عادي، انا خدت مناعة منك. هتتجوزي مين بقى؟ مريم: محمود المقشف. تقع دنيا على الارض من كتر الضحك. مش قادرة حرفيا. بقى انت هتتجوزي محمود المصدي؟ مريم: لا لا، ما هو قرر انه يعمل ضوافره خلاص. دنيا بزغروطة: اخيرا ابن المعفنة قرر يستحمى. مريم: هسيبكم انتوا بقى في الصدمة دي واروح انا اخلص ديكورات الشقة بتاعت احمد. دنيا: ايوه، هي دي الناس النظيفة اللي تعرفيهم، مش الواد المعفن ده اللي ريحته تجيب اخر الشارع. ده انا متخيلكم كده قابل هايل، انت بريحتك وهو بريحته، انت بريحتك وهو بريحته، وتجيبوا عيل صندوق زبالة صغير. وتروح مريم عند احمد. مريم: بص يا برنس، تعالى انا عازمه نفسي على حسابك، يلا بينا. وممكن تديني فلوس وانا اخلص الدنيا من غير ما تيجي، ايه رايك؟ لا وعلى ايه، انا جاي اهو، حتى اودع السنجله معاكي لحسن انا بكره خطيبتي برضك. مين بقى سعيده الحظ، انجلينا جولي ولا هنا الزاهد؟ لا، منار. نعم يا اخويا، هتتجوز البت دي؟ طب ده انا على الاقل عندي ضوافر هي ما عندهاش خالص. لا لا لا، ما انا هركب لها صناعي ما تقلقيش. ويروحوا هما الاتنين على كافيه. احمد: تشربي ايه؟ فراخ. ده عصير جديد ده ولا ايه؟ انا عايزه سندوتش فراخ وسندوتش همبرجر، ويا ريت بقى لو طاجن مكرونه بالبشاميل. يا سلام، ده انا جعت والله وانا ده انا جعت والله. ايه ده، حد قالك عني ان حرامي؟ ده انت كده هتخلصي على القبض وانا لسه ما جبتش كريم ليا حتى. ضوافرك ما انا عارفه هو في حاجه جديده؟ ده انت بتهتم بضوافرك اكتر ما بتهتم بشغلك. مالك متغاظه من ضوافري ليه؟ اصل بني ادم طبيعي ضوافره ما بيزيدش عن 5 سنتي، بس انت ما شاء الله ضفرك طوله 1.5 متر. ده انت عامل زي الساحره الشريره بضوافرك دي. واكلني بقى عشان نروح ناكل حمص على النيل. يا قبضك اللي اتصرف في ثانيه يا اخويا. يلا بقى ناكل، بص ما تحسبش اللقمه عليا. وبعد ما يخلصوا الاكل: احمد: يلا بقى نروح. بقول لك ايه، انا النهارده بودع السنجله فمش هروح النهارده، ويلا بينا على النيل وهشرب حمص، بس يعني مش هناخد وقت. وعلى النيل: احمد: انت قلت حمص، قلت عادي، ايس كريم وقلت عادي، فشار ماشي، اما بعد كل العك ده وعايزه فريسكا؟ انت لو معدتي كانت بتتكلم كانت زمانها شتمتك. لا تقلق، انا معدتي فولاذيه اصلا. وما تقلقش، احنا كمان هنختم بغزل بنات وذره كمان، ما هي كده تبقى كملت. يلا يا بنت نروح، يلا احنا ورانا خطوبه بكره. على رايك يلا بينا، هو احنا ورانا ايه بس غير خطوبتي وخطوبتك بكره؟ ويروحوا ابطالنا. وتاني يوم الام: اصحي يا انثى البطريق، اصحي يا مريم الكلب. عايزه ايه يا ست الكل؟ عايزه ايه؟ الانسان ما يعرفش ينام شويه في البيت ده؟ قومي يا معفنه، النهارده خطوبتك. على مين يا حسره؟ على محمود المقشف. مش انت اللي جبتيه؟ قومي استحمي بقى واعملي ضوافرك. مريم بشرشها: هو في ايه يا جماعه؟ هو انا باكل بضوافري ولا ايه؟ وربنا لا قربكم وقصها. مش انت اللي جبتيه يا اختي؟ يا ماما يا ماما، امنعيني ان اتخطب لواحد زي ده، بدل ما بعد كل ده نعمل ترند بوسي ونرجع ونقول يا ابويا كنت منعتني، والحاج الله يرحمه بقى، فالامل فيكي. وكمان مش حيه بعد كل ده اطلع بابني، وعقبال ما اتجوز واخلف هيكون الترند خلص ومحدش هيتعاطف معايا. على بركه الله اتجوزي وما تجيش تاني، انسي ان عندك اهل اصلا. مريم بصوت واطي: يا عيني انتوا صعبانين عليا قوي، لما تعرفوا ان دي تمثيليه. علي حسك يا بنت عشان مش سامعاكي. خلاص يا حاج، اتكلي على الله، هستحمى. لا تقلقي. الام: انا شاكه فيكي، مش يمكن ترشي برفان في الاخر وما تستحميش؟ يا ام سعد، يا ام ابتسام، عرفتوا اني معفنه؟ اعلي اكتر يا نبع الحنان، اعلي اكتر يا مدرسه، كده الحي والاحياء المجاوره عرفوا ان نتنا. خلاص هتوجعلي دماغي، روحي يا معفنه. حبيبتي يا ماما يا اللي رافعه من شأني دايما. وفعلا يعدي الساعات ويجي الليل، وخاصه وقت ما اللي مريم المفروض تطلع الخطوبه. الام في المطبخ: خدي يا اخرة صبري، روحي طلعي ده لخطيبك. مريم: الشربات ازاي واحنا في خطوبه يا ماما؟
انا مش طايقه ابص في وشه، هقدم له الشربات. الام: معلش تعالي على نفسك وبصيله، مش انت اللي اخترتيه، تحملي نتيجه اختيارك يا اختي. وتخرج مريم شايله شربات، ومره تتصدم: ايه ده احمد، انت جاي تخطب دنيا ولا ايه؟ ها، انا لو بتكلم مع حماره كانت زمانها فهمت ان خطيبك يا عروستي المصونه. نعم يا اخويا. طب انا مش موافقه، هشحل الكارت ب12 ونص. إيه انت بتغريني؟ ايه رايك لو علينا الرنج وخليناه كارت من ابو 100؟ جيت في وقتك، جيب المأذون يا حاجه. وبكده تكون خلصت قصتنا، اللي اتمنى تكون عجبتكم يا رب. وقبل ما ننتهي ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم في قصه جديده، ومع السلامه.